موتوسيكل الرونن ال 225 من تي في اس نزل اخيرا السوق بشكل رسمي. تعالوا نعرف السبيكس بشكل سريع. الموتوسيكل بيجي بموتور 225 سي سي، بيطلع 20 حصان تقريبا على فتيس 5 غيارات مانيوال، والتبريد بتاعه تبريد زيت. بيجي بجنط قدام 17 وجنط ورا 17 وفرامل اي بي اس. بيجي باضاءات بالكامل ليد وكشاف ليد، وبيجي قدام بمساعدين مقلوبين بدايمتر كبير. طيب ايه الانطباع بقى اللي انا خدته عن الموتوسيكل ده من اول ما نزل؟ اول حاجه البيلد كواليتي، ودي حاجه انا شفتها في الاتش ال اكس بلس. البيلد كواليتي كويسه جدا. الشلته بتاعت الموتوسيكل فيرست امبريشن عنها ان هي كويسه من الاول قاعده، بس ما اعرفش طبعا مع الاستخدام هتبقى عامله ازاي. طبعا زي ما انا اتكلمت ان المساعد الدايمتر بتاعه كبير، فاظن دي حاجه هتخلي الموتوسيكل ستيبل. موتوسيكل 5 غيارات 20 حصان تقريبا. الشلته مش اكبر حاجه، ما اظنش ان الاثنين هيبقوا قاعدين مستريحين قوي عليها. الشلته الى حد ما صغيره. وفي الاخر الموتوسيكل ده مش معمول لحد هو عايز حاجه للشغل. الموتوسيكل ده مش بتاع شغل ومش عايز حد فراك. اظن الموتوسيكل ده عايز حد عايز حاجه ستايل شكلها مختلف، يقدر يسوقها بشكل ديلي يوز، ليها ضمان، يقدر يعتمد عليها. استنوني في التجربه الكامله للموتوسيكل ده وانا اقول لكم التجربه الكامله، واقول لكم هل هو فعلا موتوسيكل كويس ولا لا. سلام.